السلام عليكم العشران. اليوم غنكملوا قصة ملك نهاية العالم. في الجزء الثاني الأحداث بدات كتحماض وبطلنا واحد في روينة ما كانش على البال. اللي فات الجزء الأول دابا خصو يشوفوه باش يفهم الخيط الأبيض من الكحل. وإلا واجدين يلا نبداو. البطل تخلع، كان غيموت من الخلعه كل ما داك خونا اللي كان غيموت من الويبرن اللي هذاك اللي عاتقوا البطل قبيله. المهم جا تيجري عند الراجل اللي تيخلع وسولو على واش كلشي بخير. جاوب الراجل باللي كلشي بخير وقال باللي هاد الاور كان غادي من هنايا بالصدفه وبلي عندنا الزهر حيت ما شافناش. داكشي علاش بالزربه زربنا عليه مع وباللي تا واحد ما تقاس، ولكن خاصنا نتحركوا من هنايا حيت هاد البلاصه ما بقاتش مامنه. بين الهضره تاع خونا بين هو القائد تاعهم. المهم البطل قال في خاطرو يا قلتوا لي باللي هاد البلاصه امنه زربتوني. زربوك اخويا كنا بقيتي بوحدك والله. فجاه القائد تاعهم وقاطع التفكير تاع البطل وقال لهم شكون هذا، يعني البطل. جاوبوا خونا باللي هاد صاحبنا هو اللي عتقنا من الويفرن وباللي كان خدام في ذاك المخزن ديال التوصيل قوي بزاف. قال لي صيفط الفاس على الويفرن لا حدود. فكرنا خونا غا فاش كنا كنقراو والاستاذ تيخلي جاسوس بالقسم مع تيرجع تيقول ليه كل شيء كاع الزبايل اللي درنا. المهم ما علينا، كل شيء في ذاك البلاصه تفاجئوا وبداو التساؤلات البطل ما باغياش اللي هي شنو هي القدره تاعو. حتى تيقرب شي حد وشت ليه في يده وكانت مرا وقالت نقدت يونغ سو وبيونغ تشول، هادو اسماء ديال هذوك خوتنا اللي نقدم. قالت لي شكرا ليك بزاف وبدا كلشي تيجي وتيشكر فيه. قال البطل ليها كنت ندير غير اللي عليا، اخجلت انايا بطل من تواضعك يا ردات عليه انت ظريف بزاف واش عندك شي صديقه باينه بتزوجوا شي بنتها ولا لا وبديتو يضحكوا وبعدوا عليه بعدوا على البطل. واخيرا جا القائد وضحك وقال لي خاصك تكون متفاجئ، دابا خدمنا وعدياتنا لمده 10 سنين. يونغ سو وبيونغ تشول بحال عائله بالنسبه لينا، شرف لينا نقابلو وعارف براسو باللي هو جين مو مدير تاع المحطه وتحنا وشكر البطل. هنا غنكتشفوا باللي جين موك ظريف بزاف عكس الصوره اللي خدينا عليه في الاول بالسيف راه خلى لينا البطل. المهم رحب بيه ومزيان وقال لي كول قد ما بغيتي بلا ما تحشم. التزريفات اللي كيطراو ليك فين تكون ضيف المهم قال لي بلي عندنا مركز تاع التوصيل اللي كان خدام فيه البطل عقلتو عليه. قال غنجيبو منو الماكله. جاوب واحد فجأة، واحد من دوك اللي نقادو من البطل. قال لي باللي اختفى داك المركز بحال ما كانش. سيبي دابا البطل كيضحك شاد الضحكه كلشي تخلع ما عرفوا باش تبلاو. تقاطع القائد تاعهم باللي واخا يطرا اللي طرا خاصنا نحفروا النفق. بدا يشجع فيهم كلشي تشجع. سول البطل علاش تهضروا. قال لي بلي النفق محبوس وحنا عندنا عائلات في بلاصه اخرى وعندنا رموكات وخاصنا نحفروا النفق باش نسيروا عند عائلتنا. قال لي المشكل باللي الملعب تاع الجولف كيسد الطريق تاع الشمال وفي اللوطوروت تدمرات والنفق هو الحل الوحيد. داكشي علاش خاصنا نحفروه. والمشكله الاخرى هي ان داك النفق استعمروا الويبرن وكنا عايشين لحد الان غير من مركز تاع التوصيل ودابا خاصنا نسرعوا العمليه. وزاد قال باللي ماشي ضروري عليك تدوز من النفق، كاينين بلايص يمكن تسير منهم على رجليك. قال لي النفق بغينا نفكوه حيت عندنا رموكات. البطل جاوب باللي انا خاصني الرموك، تنعتقد باللي انا خاصني ندوز من النفق. وقال في خاطرو الا كانوا غير شويه الويبرن تيستو النفق هاد الشي مزيان. قال باللي غادي يخوت شويه الوقت ولكن قادر نقتلهم بالقدره تاعي، ولكن ما خاصنيش نوري لهم القدره تاعي. يقدروا يبانوا ظريفين ولكن خاصني نحذر منهم. وخرج من التفكير تاعو قال القائد بغيت نقيم الحاله تاع النفق وقداش بالحجم تاع وقداش الحجم تاع الويفرن. هادشي كامل داروا البطل غير باش ما يوريهمش القدره تاعو. الصراحه كنت بحالك كون خديت نفس القرار. وانت اعزز المشاهد شنو كنتي غدير؟ توريهم القدره تاعك ولا لا؟ قال ملي دابا وليت بوحدي غنقتل الويفرن وغناخذ ليهم الحشر تاعهم. شويه غنعرفوا باللي جا معاه داك خونا اللي نقدو واللي عنده القدره تاع السياقه. قالتو لي خونا جا معاه قال لي خونا باللي خاطر تسير بوحدك. البطل قال لي غير ما بغيتكمش تعرضوا للخطر. خونا طولان مع راسو. هاد البطل واحد شويه غنشوفو خونا مدير واحد السوقه تاع سبايدر مان قال لي البطل تا هاد السوق هادي دير. قال لي حيت كاينين طوموبيلات بزاف صعيب نشوف مزيان داكشي علاش داير هاد السوقه. شويه بان ويفرن قدامهم. قال لي واش نكمل السوقان مع دار لقى البطل عجنو شويه وهو يوقف خونا لقاه مسمر وقال لي بان لي تحاصرنا كاع داكشي اللي البطل اللي دارو باش يخفي القدره تاعو عليه ضرب في الزيرو ودابا خاصو يستعملها قدامه. ما علينا مع هجمون ويفرن مع عجنهم كاملين وللاسف بانت القدره تاعو. خونا تصدم من القدره تاعو. جا ويفرن اخر البطل دار ليهم داكشي ديال بروسلي قتل الاول والثاني عوج ليه فمو. جا الثالث باش ينقض الكرامه تاعهم وهو يهرب من البطل بالكرامه تاعهم لداخل وتا الاخر الكرامه ديالو مشات مع البطل كلشي ممكن. خونا باقي بسطهم والويفرين بداو تيهربوا. قال لي خونا اللي معاه شنو هذا الحجر. قال ليه واش ما عارفش شنو هذا الحجر. قال لي هذا الحجر هو حجر ديال المانا
وتيعاونك تزيد القدرات تاعك. وقال لي خونا بالمناسبة تستمت من القوة تاعك، تنعتقد باللي النفق غادي تخرقوا بالزربة. قال لي يلا نرجعوا قبل ما يجيو الويفرن ويجيبوا لنا خوتهم الكبار. خونا قال لي علاش نتايا باغي دوز من النفق؟ قال لي باش نسرد عائلتي وراه كاينين في منطقة جانج جام. قال لي خونا، قال لي تا انا غادي لتماك. قال لي واش يمكن نسير معاك؟ ما كنظنش باللي غادي نبقى حي واخا ندوز من النفق. وعرض علي انه يساعدو في السوقان. فكر البطل بزاف وبدا يتخيل الى عارفو خوتنا القدره تاعو باللي غادي يقتلوه. صافي ووافق بطلنا وقال ليه ما تقول حتى لواحد على القدره تاعي. ولكن الهبيل جعل لا قدام الناس كاملين وقال لهم غادي يفتح النفق وما تسولوش على القدرة تاعو. ولكن كاع داكشي اللي كان كيظن البطل كان كلشي خطأ، وهاد الناس كانوا ظريفين وعطاوه الماكلة وقالوا ليه باللي ما غنسولوكش على القدرة تاعك. وشكروه وتفكر عائلته وحزن. حكمة عارفة اش طاري ليهم؟ في الصباح كنشوفو تيوجد وغادي للنفق مع دخل بانوا بزاف تاع الويفرين. هذا راه ما بقاش نفق، هذا راه ولا عجدة لشي حاجة. البطل بدا تيتذكر فاش كان صغير وختو نافخة عليه عينيه وتيشكي لباه وباه عاجبو الحال. المهم هذا انا هو دابا نكبر نولي ندير بحال كل الولاد. قال باهم باللي في الحقيقه كتبانوا ليا قراب لبعضياتكم. شكون مديرين لبعضياتهم؟ وقال لك قراب. الاب هربالي والله. وهي تجي الام برقاتو بواحد المغرب في الراس. وضحك البطل فاش شاف مو ضربت بواه. وتنرجعوا الليله اللي قبل عمر اليوم كاع الرموكات بالسلعه. وانتم عارفين باللي البطل عنده قدرة انه يقدر ينسخ اي حاجه، وهما لحد الان ما عارفينش. وكنشوفو تيخلط في الويفرن ما كاين غير الدمايات تطوش. ومن بعد تنشوفو الويفرن مختلف ولكن ما عرفناش ايش وقع عليه. حيت البطل خرج وكان عامر دمايات والناس تصدموا، ولكن تغيرت الملامح تاعهم ملي خارج ضحك. صافي تحركوا لعند عائلاتهم وودعوا بدياتهم كل واحد ومشى في جهه. تنشوفوا البطل تيشوف في السماء وتبدا تيفكر في الويفرن اللي شاف في النفق. وهنا كنعرفوا باللي داك الويفرن اختفى، هرب ولا شي حاجه. المهم دخلوا وسط المدينه وتنشوفوا الناس ميتين والويفرن تياكلوا كيتلذوا في الجثث. قاطعوا خونا اللي معاه وقال لي باللي الطريق مسدوده. قال لي بلاتي شنو داك الشيء اللي لهيه؟ وهما يبانوا واحد المخلوقات جداد بحال الدياب بحال الكلاب، ما عرفت شنو هما داك المخلوقات. بغى يرجع مارشيريان والبطل شاف ممر تاع الراجلين وسولوه واش يمكن الرموك يدور من هاد البلاصه يعني يدخل. جاوبوه باه يمكن. قال لي فكرت في طريقه باش ندوزو. قال لي خدم لي الرموك وتحرك. المهم الاصدقاء هنا غنساليو الجزء الثاني ونتمنى يعجبكم الجزء الثاني من هذه السلسله. دعموني بزر لايك واشتراك باش يوصلكم الجزء الثالث. وشكرا على الدعم ديالكم والسلام عليكم.